بهدفين مقابل لا شيء. احمد البحري في البدايه نقول لك هارد لك. بصراحه اختلف اداء الفيصل في الشوط الثاني عن الشوط الاول. ايش اللي تغير بالشوط الثاني؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني يمكن الشوط الاول ما ظهرنا بالمستوى المطلوب، كنا بحذر يعني. بالعكس الشوط الثاني يعني حابين نطلع بالمستوى اللي احنا عليه، والحمد لله زي ما انت شايف يعني جاتنا فرص ما استغلناها، جاتهم فرص الهلال استغلوها فرصتين بهدفين، وحنا جاتنا اكثر من فرصه، المفروض يعني نخلص المباراه باكثر من 3 ولا 4 اهداف. نقول ليش ما صار الشيء هذا؟ يمكن غله الخبره، يمكن حظ. قلة الخبره خانتكم في الشوط الاول؟ الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ يمكن الشوط الثاني مسكنا زمان المباراه كلها، يمكن 30 دقيقه 35 دقيقه الشوط الثاني ماسكين المباراه كلها، الكل شايف ضيعنا اكثر من 5 فرص 6 فرص حقيقيه كلها اهداف. اقول الحمد لله على كل شيء، كلها 3 نقط يعني، لا راحت ولا جات يعني، 3 نقط بس مهمه، مش ما راحت ولا جت. مهمه، انا ما اقول لك مش مهمه، بس كلها 3 نقط يعني، مش بطوله هي عشان الواحد يزعل. اوكي واحد يزعل، بس الاهم من هذا ان لعبنا مباراه قويه مع فريق الهلال، قدمنا مستوى كبير مع فريق الهلال، احرجنا الهلال الشوط الثاني. الشوط الثاني احرجنا نادي الهلال، بالعكس نادي الهلال نادي كبير وقدمنا مستوى كويس. اللي استغل الفرص فاز، واللي كان مركز فاز. وحنا جاتنا احمد في نقطة كان قبل الهدف الثاني في فاول حصلتم عليه، زلاتكو كان جدا معصب، يطالب لعيبة الدفاع، يطالب انه كل الفريق يكون عند منطقة دفاع الهلال، ما صار الشيء هذا وجاء الهدف الثاني للهلال. الحمد لله الكرة اخطاء، عرفت؟ اذا الكرة ما فيها اخطاء الواحد ما يتعلم، والحمد لله يعني انتهت المباراة بخيرها وشرها. مباراة فريق الهلال، فريق الهلال نادي كبير، وحنا نقول لانفسنا هارد لك، وان شاء الله هي 3 نقاط. عندنا المباراه الجايه، ننسى المباراه هذه نفكر في المباراه الجايه، الاهم من هذا كله ان قدمنا مستوى كبير مع نادي الهلال. شكرا احمد، شكرا. نشكر احمد البحري قائد فريق الفيصل. ننتقل للزميل عبد العزيز الحميد. عبد العزيز تفضل. شكرا زميلي فيصل ملوقي. بجانبي عادل هرماش احد ابرز نجوم الفريق الهلالي. رحب بدايه عبر السعوديه الرياضيه، كيف راى مشاركته من خلال اول مباراه رسميه للفريق؟ Tu as joué après la blessure, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je retrouve mes sensations tout doucement. C'est mon deuxième match. On avait fait un match amical où j'avais joué tout le match, donc je prends du temps de jeu tout doucement en avançant. الحمد لله هذا ثاني مباراة مع المباراة الإعدادية اللي قمنا بها، والحمد لله بيحس بنفسه بشكل جيد الآن بعد الإصابة، والحمد لله الآن يعني بعد الإصابة بيحس بنفسه بشكل جيد، خصوصا أنه أدى تدريب بشكل جيد مع الفريق وسعيد بالعودة دياله. جميل. هل نعتقد وأن نتحدث كثيرا بأن جاهزيته بدأت تامة الآن لمشاركته مع الفريق؟ Bah ouais, je suis rentré, j'ai pas mal, j'arrive à jouer, donc je vois pas pourquoi je serais pas prêt. C'est normal, comme tout sportif de haut niveau, j'ai besoin d'un petit moment pour me remettre à mon meilleur niveau, mais je pense que je suis dans le rythme. الحمد لله الآن هو مستعد، ولكن تعرف أن دائما بعد الإصابة لازمك بعض الوقت حتى ترجع للمستوى العادي بتاعك، والحمد لله هو الآن يشتغل بشكل جيد ومركز في الاستعدادات نتاع الفريق، والحمد لله الآن بحس بنفسه بشكل جيد. جميل. بشكل عام كيف رأى فريقه هذا اليوم في هذه المباراة؟ Tu peux dire sur le match parce que comment tu as vu l'équipe de Hilal ce jour-là? On a eu beaucoup d'occasions. Je pense que on a des petits problèmes d'efficacité, mais sinon on a maîtrisé le match contre une équipe qui était dangereuse sur coup de pied arrêté. الحمد لله كان مباراة جيدة، وكانت عندنا إمكانيات كنا نسجل أهداف، وكانت عندنا فرص عديدة. الفريق الفيصلي ما كان فريق سهل، خصوصا الكرات ضربات الخطأ كانت عندهم بشكل جيد، كانوا الضربات الثابتة كانوا بيلعبوا بشكل جيد، ولكن الحمد لله أهم شيء هو الفوز. يعطيك العافية. شكرا. إذا أيضا نتواصل معكم، لكن يقف أيضا بجانبي الكابتن محمد الشلهوب الذي سوف يتحدث معنا أيضا الكابتن محمد الشلهوب عن المباراة تحديدا، لأن اللاعبين تحديدا اللاعبين نادي الهلال يجرون العديد من التمارين بعد نهاية كل مباراة، عشان كذا أنا أعتذر لزميلي فيصل إني بتكلم عن الكابتن محمد الشلهوب. أول شيء كابتن محمد ألف مبروك فوزكم، لكن صراحة الجمهور الهلالي كان يعني وده بنتيجة أكبر نقول. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر الله. طبعا بصراحة أتكلم بصراحة كنا في أسوأ حالاتنا، لكن الحمد لله ما دام إننا في أسوأ حالاتنا حصلنا على 3 نقاط مهمة، وإن شاء الله يعني نعدل من وضعنا. أنت عارف إن يعني آخر مرة كانت مع الأهلي لعبنا مباراة حلوة وكنا ودنا أن نستمر، لكن الإيقاف والمنتخب يعني فترة التوقف قصدي، وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. هذا اليوم كيف لعب عبد العزيز الدوسري، كيف لعب محمد الشلهوب في هذه التشكيلة تحديدا؟ يعني شاهد يعني محور ارتكاز واحد، الانطلاقات هي كانت عن طريق الشلهوب والدوسري. هو طبعا كان تكتيك معين من مدرب الفريق، الحمد لله يعني قدرنا او يعني ما قدرنا ان يعني شو اسمه حاولنا ان نعطي كل ما عندنا،
لكن اليوم ما كنا في وضعنا الطبيعي صراحه، كان وضعنا صعب. فريق الفيصلي لعب مباراة حلوه، وكنا اصلا متوقعين حتى قبل كذا انها راح تكون مباراة صعبه، لان فريق الفيصلي يعني فريق متطور، فريق قوي، وعلى ارضه يلعب كوره حلوه. جميل. كابتن محمد، اتكلم تحديدا عن ما شاهدنا داخل هذه المباراه هذا اليوم، يعني نتحدث للجمهور الهلالي ان الهلال لم يظهر بشكل متميز هذا اليوم. كابتن، بعيدا عن الهلال حاليا اتكلم معك عن مشاركتك في الحفل الخيري للاعب عوانة في الامارات. طبعا اول شيء يعني صحيح ان ما كنا في وضعنا الطبيعي، لكن نوعد الجمهور ان شاء الله المره الجايه نعطي كل ما عندنا، وان شاء الله يصير مستوى ونتيجه. عن مشاركتي طبعا اتشرف، اول شيء الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا شرف لي، واشكر الصراحه القائمين على هذا الحفل، ويعني كل الشكر والتقدير لهم على دعوتي وعلى النجوم، يعني زي ما سمعتم فيه نجوم يعني كبيره سواء من المملكه او من دول الخليج او حتى عالميا، يعني تقدمهم خليني اقول لك لاعبي المفضل مارادونا، يعني بيكون شيء حلو لي، وان شاء الله الله يغفر للمرحوم ان شاء الله. ان شاء الله راح تشارك كابتن؟ ان شاء الله باذن الله، اخذت الموافقه من النادي، وان شاء الله اني بكون موجود ان شاء الله. يلا عاد ارفق على مارادونا جل، ها؟ لا ان شاء الله هو اللي بنستمتع، بنشوف اللمسات ونستفيد ان شاء الله منه. كابتن، بعد كل مباراة اللي نشاهد الكابتن يضعكم يعني حول المضمار، يعني تجرون الجري وكذا، هذا الشيء ما يتعبكم زيادة؟ هذا يعني احنا نسميه استرجاع، يعني بعد التعب. ما ابغى اتفلسف عليك، لكنهم هم علمونا حامض اللكتك لازم انه تمشيه شوي. بكره اتوقع ان عندنا اجازه، فعشان كذا اليوم استرجاع عندنا، بكره نستمتع باجازتنا. يعطيك العافيه ابو بندر. الله يعافيك. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، كان معنا الكابتن محمد الشلهوب. في هذه اللحظه انتقل الى زميلي